بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا في كل حتة وكل مكان. العربية دي حتة صالون 79. العربية دي طبعا احنا منعنا موضوع السنكرة والبوهية ده، ماشي. وعم الحاج جايب لي العربية دي ان احنا ما نعملش فيها كان سنكرة ولا بوهية او اللم. عم الحاج لما سمع ان العربية هتصرف 30,000 جنيه، احنا بنقول على الملأ بقى وفاهم، فاتخض من الرقم يا عيني. فالعربية سبحان الله ولا فيها حاجة سمكرة ولا فيها بوهية زي ما انتم شايفين، بس احنا بفضل الله هنديها غسل بوهية، غسل بوهية، وهنلم المرمات اللي فيها في البسيط، مش هنعمل العربية كلها سمكرة. هنشيل الاكسدامات والعرايس والشبكة والفوانيس. بصوا العربية حضرات ولا فيها فرق ولا فيها وفيش ولا اي حاجة زي ما انتم شايفين. حتى السمكرة اللي كان شغال فيها، بصوا العربية كلها منفخة، العربية كلها منفخة. بص العربية بص كلها بترقص والله. ايه، هنشيل مرايات، هنظبط له المساحات وبقيه النواكل بتاعتها. فتحه السقف بتاعتها كانت مقفوله، قافلينها بسيليكون، قافلينها بسيليكون. احنا بفضل الله هنشغلها له كهرباء زي ما هي بتاعت البلد فابريكا، نشغلها كهرباء، نركب لها سنتر وانذار ووحدات رفع، وهنظبط الاوتوموبيل ظبطه محترمه كده باذن الله. كل الكلام ده ولا في عتبه ولا فيش الكلام ده، ما فيهاش حاجه. مرايات ده هتتشال، العربيه كان عليها باكيتات. بص العربيه عامله ازاي، يعني احنا العربيه لسه دينا بنقولها مسهل فيها، بس احنا بنوريكم العربيه بتبقى جايه عامله ازاي وبعد كده بتبقى طالعه ازاي عشان الناس بتشوف الفينش بس. هوايات ما بنركبش الكلام الفاضي ده بمسامير. بص العربيه مطقطقه. بص التانك ده جاي حاجه وده جاي حاجه، ده مسمار مش عارف بتاع ايه، المفروض ان هو اريال. فاحنا بنوريكم حضرات العربيات بتبقى جايه ازاي. يعني بص فتحه السقف انا اتعذبت عشان اشيلها، قافلها بسيليكون، قافلها بسيليكون، ما بتقفلش ولا بتفتح ولا اي حاجه. العربيه جايه ما فيهاش ستيب، يعني جايه ما فيهاش ستيب. فوانيس مصر عليها، نظبط الاكسدام الوراني يتشال والدنيا دي تتظبط ظبطه محترمه. الجلود دي كلها هتتغير. بص حضرات العربيات بتبقى جايه خلصانه، العربيات بتبقى جايه يا حضرات زي ما انتم شايفين. يعني ده كده ايه، هي اتغسلت، لكن العربيه الاول كانت جايه طينه وبهدله. يا اسطى ابراهيم صباح الفل يا اسطى، الله ينور عليك يا معلم. العجل لسه، بصوا يا جدعان احنا لسه بادئين فيها، بس احنا بنشارككم معانا. يعني بص فتحه السقف بتاعت العربيه جايه عامله ازاي. ده بعد نظافه طبعا يا حضرات الكلام ده، بعد ما احنا نظفنا وروقنا فتحة السقف بتاعتها بتاعت الفابريكا. احنا بفضل الله بنعملها كهرباء بفضل من عند ربنا الحمد لله. يعني والله العظيم الواحد بيبقى حزين هو وبيصور قبل، بس هنعمل ايه طيب، ما هو بعد ما في عجل بنشطبه ايه اللي اتعمل ايه. فاحنا بنوريكم انتوا الاول عشان الحاجات دي بتحفظ حقوقنا مع الناس، يعني انه في واحد بيبقى فاهم، وكل الناس طبعا على دماغنا. انا بص العربيه مشرخه، شروخات في العربيه، العربيه فيها شروخات، العربيه لسه فيها هد وفيها شقه. السقف بتاعها يتغير تمن، ولا فيها كاسيت ولا فيها سماعه ولا فيها اي حاجه زي ما انتم شايفين يا حضرات. ده كله هيتشال طبعا، البرشام ويرجع كليبسات، والجلود المقطعه دي كلها تتشال، كل ده يتشال. كنسوله بايظه، كنسوله هتتشال، يركب لها كاسيت، يركب لها 4 سماعات، ونحط لها اسد عطاره. برضه هنظبط الدنيا ايه بما يرضي الله ونروق الدنيا كده. طبعا العربيه فيها صدى. طبعا اول ما بنحل العجل بيبان. يعني في واحد بيقول لي العربيه بتصرف كام يا استاذ؟ هو انا حاجه مقفوله انا ما شفتهاش، ما اقدرش اقول لحضرتك بتصرف كام. يعني بص العربيه كانت مقفوله يا فندم، بص العربيه عامله ازاي، بص اهو ادي، بص العربيه عامله ازاي يا عم الحاج، بص العربيه. طب انا هعرفه اللي انا هعرفه منين ده؟ مش لما احل لازم اللي انا اعرفه، غير كده مش هيبان معايا، صح كده حضرات؟ برضو بنسلك المزاريب، ال4 مزاريب ده بالنسبه للصالون. يعني ده اللي عمل فيها المزاريب كانت مقفوله، فاوريدي الميه كانت بتنزل فبتعشعش فيها. الطبلون زي ما انتم شايفين، بصوا حضرات، بص الطبلون جاي عامل ازاي،
تفهمش ده ايه وده ايه. ركب لها الاربع مكانات ازاز كهرباء. بص ده عامل ازاي، فرش الباب جاي عامل ازاي. بصوا حضرتك العجل ده يا جدعان بيصرف ياما وكتير. العربيات دي بتعدي ال 100,000 ابيض يا ويمبي. العربيات دي الناس ما تستغربش من الرقم. هي الفلوس النهارده بقت ارقام ملهاش اي قيمه ولا اي لازمه. النهارده كل حاجه بفلوس. النهارده عشان تجيب 4 فرد خط ابيض وطقم خرشوفه النهارده ب 27,000 جنيه جنط وكاوتش بس. ماشي عشان بس الناس ما تسمعش الرقم كده ماشي ويقول لك ده ايه. النهارده هي بقت ارقام. جنط وكاوتش ب 27,000 النهارده. عشان تعمر موتور بتخش لك في 15,000. عشان تعمل تكييف ممكن تعمله ب 10 وممكن تعمله ب 25. طقم فوانيس وطقم مش عارف اكسدامات ومش عارف ايه وايه. فالنهارده حضرات بيت العربيات دي بتصرف ياما وكتير. احنا حضراتكم وريناكم العربيه ده احنا قبل يا اسطى. احنا وريناكم العربيه عامله ازاي دلوقتي وتتفرجوا ان شاء الله باذن الله في التشطيب عامله ازاي. احنا النهارده بنحدثكم بتاريخ 19/5/2023. انتظرونا ان شاء الله في كل ما هو جديد مع اخوكم امان المقاول بتاع الغلابه. عنواننا الجيزه امام محطه مترو جامعه القاهره ابو قتاته شارع سلام امام مسجد ابو بكر الصديق. العربيات دي يا جدعان مش للبيع وما عنديش عجل للبيع. ماشي يا حضرات وانتظرونا ان شاء الله في التشطيب باذن الله. ابيض يا رايق. يلا انتظرونا بقى في التشطيب ان شاء الله. حبيبي يا اسطى ابراهيم شفت العجل بيقول لك جاي فابريكا وكله يا اسطى. يلا مش هنطول عليكم خلاص بقى ما تدقش احنا في فيديو. كل سنه وانتم طيبين يا رجاله.